اليوم راح أعمل معاكم اللافا كيك. قبل بداية الفيديو الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من فيديوهاتي. تابعوني على باقي حساباتي بنفس الاسم ونفس اللوجو. في البداية حضرت صحن وبدي أحط فيه الزبدة المذابة. بعد ما ضفت الزبدة هلا ودوبتها على الميكروويف، بدي أضيف لها الشوكولاتة أو قطع الشوكولاتة الموجودة عندي السادة. طبعا هرجع أدوبهم كمان مرة. هلا في صحن راح أحضر المكونات. طبعا المقادير والمكونات كلها في صندوق الوصف. هلا حطيت البيض والفانيلا والسكر. هلا بالمضرب الكهربائي راح نخفقهم كتير منيح حتى تتجانس المكونات. بعد ما تجانس المكونات راح أضيف لهم باقي المكونات من المكونات الجافة اللي هي عبارة عن طحين وكاكاو، وراح أرجع أخفق كمان مرة. هلا راح أضيف بالآخر خليط الشوكولاتة والزبدة اللي سيحتهم في بداية الفيديو، وراح أحرك بشكل خفيف ما راح أبالغ في الخفق. هلا في هون صحن دهنته بزبدة وبدي أضيف قليل من الخليط فيه. طبعا راح أعبي أكتر من نص الصحن، وراح أضيف قطع شوكولاتة في الوسط. هلا هون بعد ما خبزتها هاد شكلها النهائي. خبزتها وزينتها بالفراولة وضفت لها الآيس كريم. طبعا راح أكتب لكم في صندوق الوصف إذا أنتم بتحبوها طرية أو بتحبوها جامد شوي كيف الطريقة، كله راح أكتب لكم إياه في صندوق الوصف. هلا هون زينتها بالسكر البودرة، منظرها كتير حلو، سهلة وسريعة، لازم تجربوها. وألف صحة وهنا.